ترى بصوا جايبه لكم ايه يا جماعه؟ حاجه يعني جيل السبعينات والثمانينات هو اللي عارف الحاجه دي. البيض المقلي في الطبق الألمونيا. طبعا كنا بعد ما نرجع من المدرسه على بال ما الغدا ما يجهز لازم ناكل بيض مقلي في الطبق ده يعني السبعينات والثمانينات شاهدين عليه وعارفينه. نقعد بقى نتخانق مع بعض ونتسابق مين اللي ياكل الحتت المقرمشه دي، صح كده؟ باخدكم معايا للذكريات اهو. طبعا كان لازم يبقى فيه شويه خضار، تغميزه مش فول بالطحينه، فول بالكمون والليمون وزيت الزيتون. بصوا الجمال، كنا نقعد نسمع الراديو تشغل اغاني او البرنامج اللي شغال ونقعد ناكل واحنا مستمتعين. جايز الذكريات بسيطة بس جميلة وكبيرة قوي عندنا، فيها حنين كده، الايام جميلة عدت بس لسه ذكرياتها وريحتها معانا. ايه رأيكم يا جماعة؟ السفر في هذا الحر الشديد لابد ان يكون في الصباح الباكر. طبعا يعني احنا هنعمل كل يوم بقى فقرة ايه، نفطر مع بعض كل يوم كده، نفطر مع بعض. يلا ازمعكم الفطور. لو عجبتكم ريحة زمان طبق البيض المقلي طبق البيض المقلي بتاع زمان في الطبق الألمونيا، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. باي داليدا. ريحة زمان اهو ولا مش ريحة زمان؟ استمتعوا.